السلام عليكم. اليوم غادي ندير وصفه صحيه اللي هي خضر في الفرن. وصفه صحيه وسهله. يعني ممكن الخضر كاع اللي عندك، انا درت دجاج، فلفله، القرع خضراء، المهم كاع ديك الخضر اللي عندي درتها. يعني تقدري هكا تزيدي كاع الخضر اللي عندك. صراحه كنقطعها، كتقطعيها بشكل طولي صافي بحال هكا، كتبقاي تقطعي فيها، كتقطعيها كامله الطريقه اللي بغيتي. انا كنفضل نقطعها شويه، مثلا الدجاج ديريه كبير والقرع اكبر، الفلفله حتى هي كبيره شويه حيت دغيا تيطيب الصراحه، حيت الخضر دغيا تطيب. يعني المهم يعني كتقطعيهم بطريقه نتيا اللي بغيتي. وصراحه هاد الوصفه انا كتجيني ساهله ولذيذه دغيا تتوجد، يعني مفيهاش بزاف الخدمه. من بعد قطعتهم ستفتهم في الطاوله اللي غتدخل الفرن صافي، زدت عليهم شويه زيت البلديه. من بعد ملي زدت عليهم زيت البلديه كندير الاعشاب المنسمه. مثلا انا عندي هاد الاعشاب المكسيكيه زوينه الصراحه، فيها واحد اللذه زوينه صراحه كتعجبني. انا تقريبا من جميع الوصفات كنديرهم، يعني الصراحه كتجي زوينه وبنينه ولذيذه. يعني فهمتي فيها بزاف الاعشاب مخلطين فيها بزاف الاعشاب زوينه صراحه. وهذه حتى هي اعشاب اخرى اللي فيها شويه الثومه فيها، المهم حتى هي لذيذه تعجبني. كيعجبني كاع الاعشاب اللي عندي، والثومه يعني باختياري، تقدروا ديروها الملح والبصل، يعني ماشي ضروري ديروا هاد الاعشاب كاملين. حيت انا تيعجبوني الاعشاب داكشي علاش كنديرهم. يعني كيبقى الواحد هو الذوق ديالو اللي كيعجبو الذوق ديال الاعشاب كيديروا. هنايا درت الملحه حسب الذوق، يعني نتي اللي بغيتي العدد ديال الملح اللي غديري صافي. وهنايا الثومه كديري الثومه كتجي معاهم حتى هي مشويه، كتجي صراحه رائعه. صراحه هي ساهله بكل بساطه، يعني انت كتلقاي راسك كديري وصفات صحيه وسهله وكتوجد في يعني في وقت. يعني بعض المرات حنا كنقولوا ريجيم صعيب، ولكن راه ما صعيبش. ها هي ملي طابت خرجت من الفران صراحه جات زوينه. الواحد يديرها ضروري صيص. ها هي هنايا من بعد ما طابت وخرجت من الفران، انا كيعجبني نزيد عليها الطون، يعني باش كتجي اكله متوازنه، يعني خضار مع بروتين تجي. يعني المهم هذه مشبعه ما محتاجاش الخبز. يعني الناس اللي دايرين ريجيم وكيبغيو يشبعوا بحال هاد الوصفات كيشبعوا وما تيجيكش الجوع كاع، لانها متوازنه، فيها الخضره فيها البروتين. يعني ما محتاجش انك تزيد شي حاجه اخرى. يعني الخبز يعني ديك الساعه يعني بهاد الوصفات كنساو الخبز. يعني الناس اللي بغا يقلوا الخبز وما ياكلوش الخبز بزاف، راه احسن وصفه. يعني كتشبع وما كتلقاي راسك مثلا فيك الجوع بزاف. ممكن تاكليها اما في الغداء اما في العشاء. وانا زدت عليها الجبن الطبيعي كان عندي، حتى هو تيجي زوين معها، كتجي وكنا متوازنه بالصحه والراحه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. اظن ما محتاجاش بزاف لي زانغريديون، لان اغلبيه هادشي عندنا في الدار. ممكن توجد اي حاجه عندك. صحه وراحه، ونتمنى تجربوا.